أسعد الله أوقاتكم بكل خير. طبختنا اليوم المفتول الفلسطيني. طبعا أغلبنا بيتغلب من تهبيل المفتول أو ما بيكون عنده طنجرة المفتول، فأنا اليوم جبت لكم طريقة التهبيل المفتول بالمايكروويف. بتمنى تعجبكم الوصفة وتدعموني بلايك وإكسبلور. يلا نبلش. جبت جاط بنفع يتدخل على المايكروويف، حطيت نص كمية المفتول، ضفت الكمدة اللي هي عبارة عن بصل، كمون، فلفل أسمر، ملح وبهار، خلطتهم، حطيت فوقهم المفتول، وضفت ماء الدجاج، وضفت زيت الزيتون، ودخلته على الميكروويف. أخذ معي بالضبط مدة 40 دقيقة. قلبته مرتين أثناء 40 دقيقة لحد ما استوى. جبت الدجاج، حطيت عليه المطيبات، هيل، ورق غار، فلفل حب، بهار، وطبخته الطبخ المعتاد. سلقته لحد ما استوى، أخذ 35 دقيقة. هلأ نيجي لخلطة المفتول. زيت زيتون، جبت حبات بصل كامل صغير وجزر، قلبتهم بالزيت لحد ما صار لونهم ذهبي مع التقليب المستمر عشان ما ينحرقوا. دبلوا معي هون وأخذوا لون. ضفت عليهم الحمص الحب، ضفت عليهم مرق الدجاج وحبة بندورة للنكهة، ومكعب مرق دجاج. خليتهم يستووا. هون المفتول بعد ما استوى، شايفين ما شاء الله كيف منظره وكيف متهبل ومستوي وكل حبة زي أختها. حضرت تتبيلة الدجاج وتبلت الدجاج فيها وحطيته بالفرن. هاي المفتول عنا درته بالسدر. جبت خلطة المفتول الخضار وصرت أصفيها وأحطها على وجه المفتول. المنظر ما شاء الله ولا غلطة. زودت من مرق الخضار على المفتول عشان يكون متشرب هيك وطيب. صفيت قطع الدجاج، وهي المنظر النهائي، وألف صحة وألف عافية على قلبكم.